إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى من علينا بنعمة السمع، من علينا بنعمة السمع فجعلها آلة تنتقل مختلف الأصوات، بواسطتها يسمع أفضل الكلام وهو كلام الله عز وجل، ويسمع بها كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وبواسطتها تتلقى العلوم الشرعية من منابرها. لهذا أخبرنا الله عز وجل في كتابه أنه سيسألنا عن السمع يوم القيامة، فقال جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالسمع عباد الله قد يستعمل في الخير وقد يستعمل في الشر. لهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتعوذ في دعائه ويعلم أصحابه. قال: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكتفي وقال: قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، وأعوذ بك من شر بصري، وأعوذ بك من شر لساني، وأعوذ بك من شر مني. ومن لم ينتفع عباد الله، ومن لم ينتفع بسمعه ويوظف سمعه أبواب العلوم، وانفتحت في وجهه أبواب الشهوات التي يراها من خلال عينه. لهذا لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أطرش لا يسمع. وقل ما يبتلي الله عز وجل أولياءه الصالحين بالطرش، ولكن قد يبتليهم عن دين الله عز وجل وإبعادهم عن الصراط المستقيم، وله في ذلك طرق ووسائل. فمن أعظم وسائله التي صد بها الناس عن ذكر الله عز وجل سماع الأغاني، سماع الأغاني وآلات الطرب والألحان والموسيقى التي عدها العلماء بريدا إلى الزنا. روى مسلم في صحيح: والرجلان زناهما الخمر، والقلب يصدق ويشتهي، أو القلب يتمنى ويشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. لقد حذرنا الله عز وجل، لقد حذرنا الله عز وجل من الغناء، وأخبرنا أنه من وسائل الشيطان في صد الناس عن ذكر الله عز وجل. فقال الله عز وجل في سورة الإسراء:
وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. وآثار السلف التي تحرم الغناء، قال الله عز وجل في سورة لقمان، وتأمل في هذه الآية فهي تحرم الغناء تحريم سبحانه: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. فقال لي: والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، لهو الحديث في الآية هو الغناء. وورد ذلك عن ابن عباس وعن سعيد بن جبير وعن الضحاك وعن عكرمة وعن جمع من السلف. وقال الله عز وجل في كتابه: وأنتم سامدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وأنتم سامدون من السمود، وهي لغة حمير، والمقصود بالسمود هو الغناء. معاشر المسلمين، لقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 15 قرنا أن أمته سوف تستحل الغناء وتجعله حلالا مباحا. فقد أخرج البخاري في صحيحه تعليقا ووصله أئمة الحديث من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه اسمها، يقول النبي في هذا الحديث: سيكون في أمتي أقوام يستحلون أن يجعلونها حلالا تبعا لفتوى علماء الضلال، أو يجعلونها حلالا باستحلالهم إياها وارتكابهم إياها. قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: يسمونها بغير اسمها، أي هذه الأمور التي هي الحرى، الذي هو الفجور والزنا والمعازف والخمور، يسمونها بغير اسمها. فالزنا تسمى في زماننا علاقات شخصية، والخمر يسمونها مشروبات روحية، أما الغناء فيسمونه فنا وله وزارة كاملة تدعمه. والمغني الذي كان يسمى في زمن السلف فاسقا ومخنثا، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نهيت، أي حرم علي، نهيت عن صوتين فاجرين أحمقين: صوت عند نعمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة شق جيوب وضرب خدود. قال عليه الصلاة والسلام: مزامير الشيطان، والمقصود بمزامير الشيطان هو الغناء وآلات الطرب والموسيقى على شتى أشكالها وألوانها. وأخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والبيهقي وحسنه الألباني من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن وفد عبد قيس لما قدموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: إن الله حرم علي، إن الله حرم علي. وفي رواية: إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام. قال أحد رواة هذا الحديث وهو سفيان: قلت لعلي بن بديمة: ما الكوبة؟ قال: هي الطبل. معاشر المسلمين، إن الغناء هو بريد الزنا، هكذا قال السلف. فإن الغناء يدعو إلى المواعدة، والمواعدة تدعو إلى المجالسة، والمجالسة يحصل فيها الاختلاط، ويحصل فيها الخلوة المحرمة، ويحصل فيها الخنا والزنا والغرام والهيام والعشق. حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد لا يجتمعان. ومن أضرار سماع الغنى أنها
تجدوه غفورا رحيما. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أنه قديما وحديثا على حرمة الغناء، بل قد جعله بعض العلماء من كبائر الذنوب التي تهلك العبد يوم القيامة. لهذا حذر سلفنا الصالح من الاستماع إلى الغناء. قال الفضيل بن عياض: الغناء رقية الزنا، الغناء رقية الزنا. وكتب عمر بن عبد العزيز لعمر بن الوليد كتابا جاء فيه: وإظهارك المزامير والمعازف بدعة في الإسلام. أخرجه رحمه الله: لا يفعله عندنا إلا الفساق، لا يفعله عندنا إلا الفساق، والفاسق هو الذي خرج عن طاعة الله وتذكر صراط الله المستقيم. وفي فروع الإمام مالك الفقهية أنه سئل عن رجل اشترى جارية فوجدها مغنية فأفتى بجواز ردها بالعيب وجعل الغناء عيبا فيها. ونص الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على رد شهادة من يدمن سماع الأغاني. وسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن سماع الأغاني فقال: يلذذ به كفر، ويقصد بالكفر الكفر المجازي لا الكفر الحقيقي. معاشر المسلمين، إن مستمع الغناء على خطر عظيم في دنياه قبل أخرى. فقد روى الترمذي في جامعه من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في أمتي مسخ، سيكون في أمتي خسف ومسخ وقذف. فقام رجل من المسلمين فقال: يا رسول الله، ومتى هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. والمقصود بالقينات هن الإماء المغنيات. معاشر المسلمين، تلك النصوص التي سبقت هي أقوال لأهل العلم في القرن الثاني والثالث الهجري. فماذا لو سمع علماء الإسلام، ماذا لو سمع علماء القرن الثالث والرابع أغاني زماننا التي تدعو إلى الكفر وتدعو إلى محاداة الله ورسوله وتصف النساء وتدعو إلى شرب الخمور وإلى شرب المسكرات وإلى التشجيع على الهجرة الغير شرعية؟ كيف لو سمع علماء الإسلام أغاني زماننا وهم يتوسلون بالأولياء؟ فهذا ينادي الهواري، وهذا ينادي الإعلام، وهذا ينادي ويطلب الشفاء من الولي الفلاني، وكل ذلك محاداة لله ورسوله. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد شاهدنا وشاهد غيرنا وعلم بالتجارب أن آلات اللهو والغناء والموسيقى ما ظهرت في قوم وابتلوا بها إلا ابتلوا بالقحط والجدب وولاد السوء. نسأل الله عز وجل العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم طهر أسماعنا من الغناء، اللهم طهر أسماعنا، اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا ومن شر أبصارنا ومن شر ألسنتنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. ربنا آتنا في الدنيا
المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا.